إثمري سماعي الزن ماني متجام داخل ثمات الناخ اللي خبر ثمات الناخ نطحب الزيوم زي جديد غير البرنامج نوم مثفوت مورون باش نصاغ ثفاوين نخرج الموضوع يتهم ينغطاس ذي ذات النخ. الموضوع نهارا إثمري سماعي الزن ذي ثيذت خثيذت إنه موضوع الصدق ممشغيق ومسرم أذيري ذمز ذاك يقاثيذت ويسخاريق يتعيش إجنتو ذاث التمزذقت ريقي ثماس ريقي خفنس ريق مولانا سبحانه جل وعلا. باش نسيور ذي الموضوع أيثما ذي سماع عزن أنسن من يعني الصدق من تعنى الحقيقة نس من تعنى الأهمية نس أنسن بأنه ذي الصفة من صفات الله سبحانه جل وعلا أنسن بأنه من صفات الأنبياء والرسول ذي الأهمية ذي الفضل غاس قمة كينا خنزار المحاورة وأدنى عقبة ذي سنفصل كتار. خارق ذا شنبان شوية نتبري تخمي تعدل عقشان ودير الصدق ذو قرير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إيريم إيك الصادقين إيجيني قانتيف أي واحدة شنو واقع صادقين ولكن وناني خاش غيحكمن أيثما يسمع مازال قنخ يجيج الخلق عظيم يجيج القيمة كريمة زي القيم ذي الأخلاق المنظومة الإسلامية إذن خيسرم ماذن ممش غانيري ذيمز ذيقا ممش غانويار النصفة ريق مولانا ريق العباد النس نهارا نسوار كيوم ممش تسنم الصدق ثيذت ممش غان قانيري زقني قانتيذت ممش غان أنرمذ أنيني ثيذت ممش غان أنبعد زقو بريد يخارقا لأنه يمسرم ممكن هذيك أي حاجة أنش تخارق ويسخارق وخثغ ثنغض ويمسرم ويتميز جاي خارقا وذا شمرار وذا بارشان وذا مزيان وذا مقران إنما يمغاد زي ثمزي إشاه يخارقا تعجيب السيد. لذلك يقال المثل من شاب على شيء شاب عليه وني يدغي مغان زي ثمزينس خشان الخلق يتشبخس فيخسان السرم ذي ثار وتنخ ثيذت وجي وذي خارقا التصني وذان شمارة بنادم ذي يري ذي ثداث يسقاقو بتخسون الدكر النس نخشن الجني التعسس شن حجت يقارس يميس أعظم ما يرثو في الذين غفران ينسبب قواذا ويجي يطفغو حنجار مزيان سنية النس ويسين وذي يسخارق خميني يعظم يتفذ فراني يقارس قين شبابا وهذا وجيخ يفضح بابس ولكن في الحقيقة يخسوا نسرمي دشا يثار وقت نخارق نزيد مزي لأنه نشيني غيتوضار نزق خارق ندي مزورة خميني غمغان غادي تروق اثنين ثلاثة جيرث مانيش تغمي اتوغي ذاني توا هايقي مدوكر اقا حفظ القرآن انت توغي كان يجم بريد زقني غفاغن والعياذ بالله تعالى وما نزديك كمان زي التربية نشين يسرمذن وما مش نسن التعليم في الصغار كالنقش على الحجر حنجاري تيري ديج الصفحة تشمرتش شكي ذي ستارين شكي ذا سيسرم ماذن من غيني من ويقع فما أحوجنا غيث مذي السماء الخلق العظيم خلق الصدق بنادم ذي يقار ثيذت ويقار ويخارقا والصدق ما ركار ناس زوغة نعرف هو بنادم ذي تخبى خيج نحجث أتيري تيذت أكونترا النس ذا خارق أكونترا وخارق. والقرطبي قال بأن الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه واللي يقان سيرس النس ولكن يقار من يتق سالفعل النس ذوانيتا يتجان ذي الإنسان الصديق نخ الصادق يقان تيذت والله سبحانه جل وعلا يطمرنخ أيث مذي السماء بشنيري زقينا إيقان الصدق ونيري إكس الصادقين من مش غنزار أواني المشهدة التمثيلي يغنفر جمار يذنخ يتبين غد يجي النموذج زي النماذج يخارقا إيجان ذي المجتمع النخ فقم مكينخ أنظار المشهدة ونيتا
وغنكمل خرصت ان شاء الله تعالى. يا خرج رزعين ياش ادق شوف يا ضي مغيمل ورا تا مغاسك تغابا بس خصش اثفق ذاك قش بعد هنا الزك سبحان الله العظيم. واش غيعزم الناس تجي في صاحبي؟ ماشي وين تلابس والو يتازيز تجي فوا يدس غيني يتاس الشن ني غاش نشتسني مشكير ويتعجبو التخرويط ايوا كويدا شي قازي زيش يري فضي مرمي يا اخي كيش دم انا يقع تمارا باين اسمي زي كذا هو يشفى غاس عن قريفين يا عم اس المشاكل هذه سبور هذه عزر جي فاكيس اقش من ديالي اقشتي تعاود زعما تجاوب مالي نشن حاج تي نسقيتو التليفون ديال دافي فخ شو تجاوب بحال تجاوبي تشيك مين داز مرني داز قوز ما تفوق صافي هاهي الو على سي مصطفى انا شجي مليح لا والله ما سمع غير هادشي شويه ديال السحوس شويه الزغريغ التليفون يوك جاي هذاك الشيء تقدر لا شو تسمي دوار اشي افضل بس مصطفى بارك الله فيك لا انا غطس اما كان كارقنج مشي غير صح بلا ما يتبوهروا شتواري ثمان نمشيو قال عبود ثارزي هذا الناس اللي راه شويت يجو خارق ذا شمرات شويت نتبري تخمي تاع درت تقتوا هاقشا من ديالي ايا خارق لا خارق وهذا سم مزيان ورضا مقران ماشي قال الله تعالى ان الله لا يهدي كل مسرف كذاب دار الرسول صلى الله عليه وسلم يقال شر القول الكذب يا سبحان الله العظيم محمد نغام زين شنو ثابريت تشتفوا تاع عباد الله وجبون شقان اييه من وجبوا الشكا بعدين هذيك كذا بريد يخفنش تغارق داري الخو اني مره ما تخسف هذاك هذا من غسول النش ايوا سل حسابها قورش تسخارق الخفيف بيديش الطريق القاضي يدير خدمته يا راه ربي مالي تري قشك وجدوا يغرش من غسوق وش تخسف يلا قوسي اختي اما كم خارق نصع ما صدي بدر ايت ما يسمع الزريمه كيناخ المشهد التمثيلي بنادم ترى غنزدي تليفون يقارس يجي نغني قش جاوب خاص يناس هذا ويجي ما يمي وغزبو الجرأة يزي خاص غيار ما يمي لانه ذي نشان نحسب جارسن يجي كيس شو مونتيف وما مش تزريم يبدا وني وادي تجيبو الصدق اي وني ذي تجي خارقا يتيريد جبان يتيريد مقوذ وغزبو الجرأة الشجاعة حتى اذيار ذي تليفون ما يمي لانه يسن اللي يجيت لي ختافذ وخص عندو بوثر شعب عشاوي يبدل بالنمرون تليفون ما يمي مره توهس ناس مره ضفانت لانه يخرقني ذي ني غيدي سبانان شان تبريدين النغني اكيد تبريدين الشيطان ما يمي لان الصالحين الاثنين يتيرين صادقين تكن ذو بريد مولانا سبحانه جل وعلا يتجانب الطريق المستقيم ايثما يكفي أنسن بأنه الصادقين يتناخس الله سبحانه جل وعلا ذي القرآن الكريم يقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم ينا يضفان بريد انتذت ينا قين ذي النور من الله سبحانه جل وعلا وآذيسين رجار من الله سبحانه جل وعلا يخص أنسن بأنه الإيمان ذي خارقا وتمونين وذكور ومسلم ويرمذني خارق نطس يني وذي تجبو الإيمان نخي النيفان أبريد المنافقين الشياطين والعياذ بالله تعالى
والله سبحانه جل وعلا من دان خي قاري تمارنخ ونيتا امر مولانا يخصها نمتاثل يخصها غثنق يخصها نقاري مروان قياري قندار لخ فنخ يقال سبحانه جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اين يؤمن بعد الايمان التقوى من جديد. نعم تقم الله سبحانه جل وعلا وخكني وذ المؤمنين نهار السنه دي بنادم واتقي الله شنو مثال ذي ذركفان بالعكس لو مثل جد المؤمن يجي خصتي حريص على تقوى الله. الله سبحانه جل وعلا غيتمر النبي قال يا ايها النبي اتق الله ذا النبي وقال اتق الله. فهذا امر الله. ثم الامر اثنين كونوا مع الصادقين. شوفي اللفظ يستعمل مولانا ذنيتا إيريم إك الصادقين إجني قانتيث يعني مروا زمام أتيريم زيسن منهم فكونوا معهم أي إيريم كيسن لأنه نقارس الدارجة مع من شتك شبهتك والرسول صلى الله عليه وسلم يقارخ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بمعنى مريتو غتموني ذيك نقانتي ترشك الزيس انتي سيثيذت ولكن مريتو غتموني ذيك صحابي خارق نشك الدور ذبو يشطيحن ذبو يخارق. لذلك أي قارخ النبي صلى الله عليه وسلم يتمارنخ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بنادم يسخارقنا الطاسي يعني ذيك خارقني تتفاغنا انت تسيغي خارقنا ارث غيارين الملائكه الله سبحانه جل وعلا بانه هو نتا كذاب. لا اله الا الله محمد رسول الله. نسال الله السلامه والعافيه. الجنورانت ذي المؤمن الجنورانت ذا مجاهد الجورانت ذي العالم الجورانت ذي الصديق الجورانت ذي الصالح شكورانش ذا كذاب. فتصور ما نغنبو بزي غتلقي الله سبحانه جل وعلا. هذا السن اذا خص خارق مش خارق خيوذان مش خارق خ المسؤولين مش خارق خذي المحاكم مش خارق خثار وقت الجيران تاع الحباب التومه الوالدين ذي العالم من يكمر. الله سبحانه جل وعلا يعلم ما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور. وجميل غتخارق خمولانا سبحانه جل وعلا إلا بنادم يخصها أديار البال ذغيا ذي دعاس الدعاء الله سبحانه جل وعلا إذا غينا ذي القرآن وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصديقية ذي المرتبة بعد النبوة أيها الأحباب زي الأمة يوزي سيتصفن سيدنا أبو بكر الصديق رمي يومن الحادثة الإسراء المعراج يسوق عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبيرة ذي زار وحنا غاس المشركين نسقي قارخ قاعد غوجنا قيق الإسراء قيق المعراج الناس مرينات فقد صدق إن قالها فقد صدق ما النت الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من يتجيش نحاج كطازي مانيتا زي ثانيتا نومنيت زي الواحد خاص يكون زي بجنة زي خبر السماء. فكيف بهذا الأمر والله على كل شيء قدير. أيثما ذي اسماء قمة كينخ أنظار الآراء نجيث مثل المواطنين أضغوا من ذور. الصدق أنا واش زيكم يدن كاس مادنا خوالدين أنه أتري الصادق يلقى الأهل يلقى الأصدقاء كل شيء. الصدق ديج المصطلح قليل ما نتغاثى في والصين من داش غير يقصح باش يدير وصفه. الصدق الخو من داش يعني خو الصدق ذو قليل. الصدق باش تصدق بنادم ذو قليل. الصدق المجتمع ناقص شويه الصدق انما اجل على من الصدق ديال الانسان ما قضيه الصدق هو ناجح. الصدق هو بنادم خصو مش غير الشوار خصو كيسكمر هو مقان الصدق. التعامل خص بنادم مش غير الشوار كيسكمر التعامل بنادم هو مقان الصدق. بحال الاخلاق ديالي سبحان هي مقان الصدق. حاليا نديرو وقت يقوم ما نمشي نتعيش ما نتغزر نتوالى انه يكون صدق الطاس. هذا سخار قواه ميسيج نحس مارق يقول هزالي صار بارق في نسال سخار. الانسان يخص من واجب ان يكون الانسان مخلصا واجه لله. هذه لي متواضع هذه لي حسن الخلق هذه لي ذي سمسلين ديني مسلم صحيح حقيقي. ثم مثل شنان تسرامي الآراء التصريحات مثل المواطنين اتفقا إلا يخرقا ذيجن خلق مذموم واتفقا بأن الصدق ذيجن الصفة زي الصفات من عباد الله المؤمنين الصادقين الصالحين يانخو بريد الأنبياء
في الحقيقة الصدق متدج الصفة من صفات الله سبحانه جل وعلا. لذلك الله سبحانه جل وعلا قال في القرآن الكريم: قل صدق الله. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. فالصدق ديج الصفة من صفات الله سبحانه جل وعلا. لذلك الأنبياء يسين الصفة زمولنا سبحانه وتعالى تغين نبيين صديقين. قال تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الأنبياء الرسل مرة تغين صادقين، ومعهم الملائكة بطبيعة الحال، وعلى رأسهم سيدنا جبريل عليه السلام إذ تسن استذت زوجنا وصادق فيما ينقله عن ربه. ثم من دي السقاف الأنبياء فهو أمين الوحي. زي الأنبياء أيها الأحباب يجي مجموعة الأنبياء يوصفيثن رب العالمين ديال القرآن الصدق يمدحيثن يثنخسن الخلق الكريم. من بينهم أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يقال الله سبحانه جل وعلا على لسان سيدنا إبراهيم: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثم سيدنا إدريس زي الأنبياء إمزورة إديوسين واني سيدنا نوح سيدنا شيث من خسق قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم سيدنا يوسف عليه السلام، والقصة مشهورة في القرآن الكريم. من السنان يني غاسي روح باش هذا سني في السار طاجيت اني غيزرا عزيز مصر. يوسف أيها الصديق أفتينا في 7 بقرات سمان إلى غير ذلك. فالأنبياء الاثنين يتصفن الخلق يتجندج الصفة ما مشنا من صفة الله سبحانه جل وعلا. وأصدق الصادقين الصادق الأمين حبيبنا وسيدنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذي نبوشن يجن يكمر ذي الأخلاق كتار زي سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. تغث معروف الصدق جار القوم الناس حتى في الجاهلية تغث رغناس الصادق المصدوق نيخ الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويزكاث مولانا سبحانه جل وعلا نذار الحديث عن الإسراء والمعراج رميث الصدق سيدنا أبو بكر الصديق يقعد تيجن الدرجة طام قرن تصديقني. يزكاث الله سبحانه جل وعلا يزكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه جل وعلا يصدق نبيه في هذه الحادثة العظيمة. ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب رمي يتسمى يثيوض الأخبار غينا سيدنا أبو بكر الصديق ذي الحادثة إن الإسراء والمعراج من الناس: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. يتذكر ثنو يسمون فاميليانسي قاعد خجبل الصفا الناس امريكان يقوم بانه يجن قوم قينواني وذرارين كواند سير غمان هذا الجيش باش كني ونغن ماذا يثمن الناس بطبيعه الحال شنا من لانه خاك نجرب الصدق رمي ذا سنينا اني رسول الله اليكم خباري ثنس الاسلام الى غير ذلك من ذا سنان كذبنت الناس عمس عزيزي شمارت تكش تزكذم من شي سنه الطاس الناس الي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فيهود خاس قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، ولا زالت تقرأ إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيثما ذي اسماء قمة كنخ أنظار الآراء ذي الأسئلة نيث مثل المشاهدين أكيوم نكمل الحلقة ذي الموضوع المهم جدا الصدق. الله يجعلنا من الصادقين. ونيت جن صادقي كيخف النسقه بطبيعه الحال ديري صديقي كيوضن مره غادي نادي وذاني خمس ساوري جندو قريب روح نهار ما يمي غنغبو الصدق كيوضن بوركي نجيبو صدقينا كيخف نشين ديجن الكتله ديجن المزيج من المتناقضات من هذا المتناقضه كيخف النس خبري غير متناقضه كحد النغني تبدي تدفع خيج نحاشد
خيج الفكر خيج المرجعيه خيج المصيبه بحال انت وزيسيوم ينقع اصلا. لا المجتمع ديال الحمد لله الصدق موجود، كلشي موجود، اللي يجي الفئه الطا مزيان تما يجيبوا الصدق، ما اغلبيه الحمد لله. كذب يقصد نحاول ما امكن خصنا نحارب الكذب، انما الكذب لا خير فيه. بالنسبه خميت تصور خو مسرم تصور خ الدين خ الاسلام خ المسائل الاسلام اللي الدين ما مش نسنشين ودي نبوش نحس قانس يخرقن ودي نبوش نحس قانس طفوغين مبريد يقارشيني إني الحق وخرك غير السيف خيرينش. الانسان ما وذا يسبو خوف الله وذا يسبو بحب الله وذا يسبو يعني مكس زيس الايمان زكور الناس هذه دوري خارق اكيد، هذه دوري يعني يفتواها، هذه دوري يطان تتخشى الافكار يوذان المجتمع يعني تدور المضغن تدور تخسا. لا خوش ماشي بودار خصها شي جنونه شي ماشي شوز مابو شقو اي واحد شي واقع صديق ولكن ونوني خاش غيحكمن الحكمه مونيتا توز ما دوش غنشخيخ فينو مستحيل هذا شي غنشتوري غير فينو صبحق ني غادا شي غنشتوري غير فينو حريق خصها سقسي العالم نخناره ما مش غير صادق يغ فينو ما مش غير يوضن عاوضاني كذلك. ما يسمى ما مشكل تزريم الاراء ذوور نيف مثلا القضيه ثانيتا الصدق ربعة قان بانه الصدق الحمد لله مازال يتجادل المجتمع وفعلا وقطع وريس ونقطع ورخاء زي الامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربعة قان شودي ذو قرير وزمار نشهد رخيخ في النخ لانه ورنش ما نزمار نزكيخ في النخ هذا شنيني ما صادقين ما ونجي صادقين ما يمين مار تحرطوا في شويت وهذا حال الانسان وجبوذ الملك. ولكن من هذا ديال الربار باش ديري ان شاء الله زقني غياري ربي العالمين يك الصادقين يتجان بطبيعه الانبياء الصالحين ذي النظفان بريد نسن ويتيريشا بريد الشيطان بريد يخرقن بريد مخنبار يسكوضن جهنم والعياذ بالله تعالى. ايثما يسمى ربعه نقيت مثلا تسقسان ما مش غيقبنا مديري صادق يجي في الناس يقمول انا سبحانه جل وعلا يجي وذان. في الحقيقه ما يتجارن باش نسيور مجالات الصدق لان الصدق وجبودي جل المجال زمارنيني اعظم المجالات ان الصدق هو صدق الانسان مع ربه مزواروت، ثم صدق الانسان مع نفسه يجي في الناس، ثم صدق الانسان مع العباد او مع الناس. ما مش غيق أذيري الإنسان صادق ثم زوارو يقول الله سبحانه جل وعلا قبل أذيري صادق يقول الله سبحانه جل وعلا خص أذيري صادق يخف الناس ويسخارق بوخ يخف الناس يسن يخف الناس من يسكواذ من يقارد من يعناغ من يخص يصم جاثي الطويل نسيجن الهدف يخص غاسي يوض وأسمى هدف غير مؤمن من يعنى هو ما مش غيق قذيف فغزيتات داثان رعيب مبرار عيب سويني انت في التصيم غربيا دي السجود نسنة دي سنت سريد تدعان الصوت مرتفع يا رب هذا خصو فغزيتات داثان رعيب مبرا رعيب. فينا خصنا دايرين صادقين يقول الله سبحانه جل وعلا وخصنا دايرين صادقين يجي خفنسن. الله سبحانه جل وعلا يقرر القرآن فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ركار جين الصدق يقمولنا هذا سنتفق أحسن إنيثني ذي سرخار إنيثني الصادقة ونيتاني خيوذانا إذ فانتي ذت قد فانا بريدن الله ذو الرسل ذي الأنبياء خاتمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم سبحانه جل وعلا يقارن في آية أخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح يدخل فيه الصدق أيضا لأنه يحيل على الصدق في الأقوال والأعمال لأن الصدق والجمل قارث وور وأمامش لنا إنما نقارث وور ثم نقارث العمل نقارث الفعل. ويقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما مجديوس على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الحياة بنادم مرة منتك لله سبحانه جل وعلا وانت أسوال وذكر في النخ إنما نحن عباد من عباد الله تعالى. والصدق ما مش لنا هذه يريد الأقوال هذه يريد الأعمال وهذه يريد الأحوال والنيات كذلك بنادم هذه يريد صادق ذي النية أي عمل يجي خصتي بإخلاص وصدق مع الله سبحانه جل وعلا. نشي نحكم في الظاهر والله يتولى السرائر الباطن النشمة صادق تجينا وجب صادق
وفي السن إلا الله سبحانه جل وعلا. ولكن نحكم خمنت وراء السطوين النخ ما أقش خاضع لأمر الله تعالى ثقف إذا تقش تقبريد رب العالمين ما فضفاض إبريد إفاغا. والله سبحانه جل وعلا من دقيقة القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ذوانيتا ذا الأمر مولانا سبحانه جل وعلا أي النية النش أتيري لله تعالى قبر أديضها الصدق النش ذي الأقوال ذي الأفعال. ويقول الله سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا هو الصدق في القول. أتيني ذوار إذ يتجنفع، أتيني ذوار يسقمن، أتيني ذوار يتوين غرخة، أتيني ذوار يتجنتيذت قولا سديدا. وجبوا القارس الشني تحاوج دوا مخف ما يكا وشي مجاري فيه يتخلط فيه تيقى خارقا يقل فحش يقربوهتان يقذ حجة ومنايا يستغضب الله سبحانه جل وعلا. والثرثار يعني يجن صفة مذمومة، الثرثرة يجن صفة مذمومة تيري ذي الإنسان الثرثاري ويقبر شاء الله سبحانه جل وعلا. الله تعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. مركات النيم شنو وريني مثيذت سل عادل واخا ذي وش يدسن واخا ذي بابا شي مزيغن قانا شي يلحق ذي باباش تعرف وحده غاسش داغرو. بطبيعة الحال الإنسان يخصها هذا سيعجب الحق وتجبو يعني الضرمة التاريخ كذا لا، إنما مرت وارد يبعد خوبري التاري تكسد الحجة خيرينش باش يوم القيامة وهذا سيقا قوافي خوي ذي غينصحن. ثم يقال الله سبحانه جل وعلا في آية أخرى أيها الأحباب ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوم القيامة أخي كي يشهدورنش دي مجانش تطاوينش الجوارح نشمار مثلني ثيث مثلني ذي خارق ما تغاد قبرين مولانا سبحانه جل وعلا ما تغاد تفض إبريذن قارسن الزيكزاك. ثم كذلك الصدق في الأعمال يتحقق سيج مجموعة من الأشياء من بينها أو بعدها خسارة سرير الإنسان سليمة. الله تعالى قال في القرآن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويقول في آية أخرى أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يخصبنا المطامع السيد تديرين تغاب بعد خفيذت. ثم قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يخصبنا هذا ما ذي قار من يتقوى ذي تق من يقار باش هذي يقن غير سن اسمه مش نقار أيث ما ذي اسمه أول كيوم يزيد يشنا الطاس. ولكن نتمنى تيرين فسوس خورة والنوم والبركة ذي القليل نطقوا ذاك يوم غونقار من الحلقة ثانيتا انتصدار رب العالمين خياري ذي الصفحة الصادقين الصديقين الأنبياء والصالحين. أقول ما تسمعون الغيم سرقة جيجن حلقة النغني القراوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.